نجيب لك من دي تاني. دي ستريبس الخلطة العادية لأي حد يعمل. يا جماعة ده خلطة الستريبس العادية، حطيناه في بيض وبقسماط ودقيق، مفيهوش اي حاجة، بس حطيناه في الصينية ودهناه من تحت زيت، وحطينا فويل طبعا الاول عشان مش يلزق، وبعد كده حطينا زيت من تحت وزيت من فوق عشان يتحمر كويس، وهندخله الفرن. ستريبس بس صحي بقى، بندخله الفرن بعد كده عادي زي خلطة الستريبس العادية. لو حابين ان انا اعملها لكم اعمل لكم ازاي بنعمل الستريبس عندنا، ازاي بتعملوا البروست. دي وبيض وبقسماط، وبنحط ورقة فويل في الصاج او في الصينية اللي احنا نعمل فيه، وبعدين نرص الفراخ اللي احنا تبلناها بالبيض وبالبقسماط، ونحط زيت تحت وزيت من فوق، وبندخله الفرن او بتعمله في الاير فراير. بس تحطوا زيت حلو من تحت وزيت حلو من فوق كده كويس، كمية حلوة، مش ندهنه بس دهنة خفيفة، لا نحط كمية حلوة، واللي يطلع بنصفيه. بس احنا بدل ما ان احنا بنقلي بندخله الفرن. هنشوف كمية الزيت يعني اهو اللي بقلي منه، وبتطلع ما شاء الله متحمر وحلو وطري ولذيذ من غير ما نعمله دقايق ولا اي حاجة. وطبعا كل الكهرباء مش هيطلعوا ناشف، ما شاء الله تبارك الرحمن، بتطلع طرية وحلوة. وبعد ما طلع كده احنا صفيناه من الزيت الباقي وبس، وغطيناه، وما شاء الله كان يعمل هنا والشفا. بعد كده بعد شويه كده لما يهدى شويه هنشيله من الزيت، عشان ممكن تطلعيه هو سخن. لو طلعتيه وهو سخن القشره هتطلع في القصدير، لما تسيبيه يهدى شويه وتروحي مطلعاه بقى. لو لقيتي الزيت تشربه عادي حطيه على مناديل وبس. بالهنا والشفا. محمرة تحمري المكرونه شوية زيت، وفي الآخر خالص البوتاجاز اللي ماما لسه مسحاها بنحمرها. لو عايزة تسقي، لو عندك شوربة ممكن تسقيها شوربة، لو مش عايزة شوربة ومية عادي ومكعب ماجي وخلاص. عايزة تحطي فلفل ألوان في الآخر خالص زي الفل. شوية لحالي معقولة. الدايت يصيح، الدايت يصيح. يعني يا جماعه الجماعه اللي بتعمل دايت وبتعمل اكل صحي تختفي، يعمل سكيب بلدي يا جماعه. على فكره ممكن نحطها في الفرن عشان الدايت عشان انا ضميري بيأنبني. ادي احنا بنحمر لسان العصفور في الفرن، بنحمر الشعريه في الفرن ماشي، بس معرفش ايه اللي خلى مامتي تعمل الحاجات دي. وانا بدأت تغلي يا جماعه، وطينا على النار بقى وهنسيبها تستوي. بنوطي النار عليها زي الرز، زي الرز يعني. اول ما تغلي هنوطي عليها بدقايق، ما تغلي هنوطي عليها زيها زي الرز. اشمعنى المكرونه عشان متحمره يعني. بني جماعه اخر بقى خلاص كده استوى. معلقة زبدة او سمنة بلدي في الاخر. حط عليها معلقة زيت او سمنة، معلقة زبدة او سمنة بلدي تديها بقى النكهة عشان نوفر يعني، مش هنعمل كل حاجة بسمنة بلدي. وبانيه بقى يا جماعة طعمه لذيذ ويشهي.